السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا دي يعني أول مرة أفتح بث مباشر مرة تاني من بعد انتهاء شهر رمضان الكريم. عفوا. طبعا الصفحة بتاعتي اللي حضراتكم عليها ديت، الحمد لله رب العالمين، بفضل الله تعالى وصلت النهاردة من نص شهر رمضان، وصلت ل100,013 متابع. ل100,013 متابع. دي حاجة يعني من فضل ربنا سبحانه وتعالى وكرمه علينا يعني. أنا آسف، عفوا. آه، طبعا أنا عندي قناة على اليوتيوب باسم هاني الشريف اتش، وعندي قناة تانية برضك باسم آه، يوميات بوشبش وآدم وجنة، ده على اليوتيوب برضك. وعندي قناة باسم هاني الشريف اتش 2. بس هما قنوات صغيرة جدا، يعني أنا بقيلي بتاع 10 سنين يعني بعمل في القنوات ديت، ولكن بتعب فيها تعب شديد جدا ومفيش منها أي فايدة نهائيا. ولكن بحاول زي الناس اللي هي بتحاول تعمل صفحات وتعمل قنوات على السوشيال ميديا. فطبعا الصفحة اللي حضراتكم متابعين عليها دلوقتي ديت، اللي هي هاني الشريف اتش ديت، الصفحة ديت كنت أعملها عفوا. كنت أعملها من حوالي سنتين أو 3، وتعبت عليها كتير، وكنت بنزل فيديوهات زي ما انا شرحت لحضراتكم في فيديوهات قبل كده، ان انا ربنا سبحانه وتعالى كرمني بهوايات بدون تعليم وبدون دورات، ان انا افهم في صيانة الموبايل، افهم في صيانة الكمبيوتر، افهم في صيانة الشاشات، افهم في السباكة، افهم في الكهرباء، حاجات كتيرة جدا. وده فضل ورزق من ربنا سبحانه وتعالى، ان يرزق الشخص بان هو يقدر يتعامل مع الحياة في الدنيا. يعني مش محتاج ان انت تجيب سباك عشان تحاول تغير حنفية، مش محتاج ان انت تجيب كهربائي عشان خاطر تركب دواية ولمبة، مش محتاج ان انت تروح تصلح موبايلك وانت قادر ان انت تخش على منصات اليوتيوب او الفيسبوك او الحاجات ديت، وتقدر ان انت تتعلم منهم. طول ما انت عندك هواية وعندك فكر وتركيز، ويعني هتلاقي نفسك ان انت بتعمل كل حاجة بايدك. فطبعا صفحتي على الفيسبوك اللي حضراتكم عليها دلوقتي ديت، الصفحة ديت انا تعبت معايا كتير وحققت معايا 27,000 متابع، ودخلت لي ارباح يعني كويسة، وكانت هي دي اول ارباح تخش لي من على الفيسبوك. ولكن يا فرحة ما تمت، ولكن يا فرحة ما تمت، لان حصل تقييد على الصفحة. وبس كان في الوقت دوت كانت ظروف المادية وحشة جدا جدا، وكان عليا ديون كتيرة قوي، وكنت طلبت من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعني يرزقني من حيث لا احتسب. فالقرب من ربنا سبحانه وتعالى والدعاء فعلا مهم جدا، ان انت تبقى قريب من ربنا، وان انت تدعي ربنا وتقعد تتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء يخصك، لان ربنا هو عالم اساسا بكل شيء. يعني ربنا سميع بصير عالم بكل شيء. فلما تقرب من ربنا وتشتكي له همك وتدعي له، ربنا ما بيسيبكش ابدا. في من حوالي سنة كده كانت الصفحة بتاعتي جه عليها تقييد، اللي هي صفحة هاني الشريف اتش ديت، وكان عليها يعني مبلغ صغير كده، بس الحمد لله رب العالمين لما دعيت ربنا سبحانه وتعالى المبلغ ده اتحول للعوايد، وقدرت ان انا اقبضه، وبالفعل حليت بيه المشكلة اللي كانت عندي، وده كان رزق من ربنا سبحانه وتعالى. دعيت من ربنا سبحانه وتعالى انهم يحلوا القيود الموجودة على الصفحة دي. دعيت ربنا سبحانه وتعالى ان هم يحلوا القيود اللي على الصفحة ديت،
وكان سبب القيد اللي جه على الصفحة كان سبب إن أنا استخدمت محتوى مش بتاعي. أخدت محتوى من على الانستجرام، آه، كان محتوى ديني، فأنا عملت له زي ريميكس. والمفروض إن الريميكس دي خاصية نزلت على اليوتيوب ونزلت على الفيسبوك، ان انت تاخد ريميكس من الفيديو الاصلي بتاع الاشخاص التانيين لمدة مثلا دقيقة، لمدة 30 ثانية. المهم ان انت تاخد ريميكس، يعني نسخة من الفيديو، وتنزلها عندك على صفحتك. والنسخة دي المفروض ان هي بتكون حلالك، والمفروض ان صاحب الفيديو الاساسي اللي هو الفيديو بتاع 3 دقايق ولا 4 دقايق، انا مثلا اخدت منك 30 ثانية ولا اخدت منك 40 ثانية، فانا بعمل ليك انت شهرة. يعني انا بشهرك انت. الفيديو بتاعك اللي انا اخدته من على اي منصة من المنصات بتاعتك، ومتصرح لي اساسا ان انا اعمل ريميكس، يعني ده تحديث نزل سواء على اليوتيوب او سواء على الفيسبوك. المفروض ان انتوا طالما عملتوا الخاصية والنظام ما تأذيش بيها الناس المبتدئين. يعني انا راجل مبتدئ، وانتوا مبتدئين، وناس كتيرة والاف وملايين ظروفهم وحشة جدا بيتجهوا لصفحة او للتواصل الاجتماعي والانترنت. ولكن للأسف في ناس بتستغل الانترنت في اشياء مش حلوة، وبتجيلهم الضرر في الآخر، وبيتسبوا ويتلعنوا ويتشتموا في على النت. وفي ناس تانية بتقدر فعلا تتعامل مع النت بطريقة كويسة جدا. يعني مثلا هنيجي مثلا نتكلم عن الأشخاص اللي بيعملوا طبخ مثلا روتيني ده. فيهم ناس كويسة وفيهم ناس وحشة. ليه أنا بتكلم عن الموضوع ده بالذات؟ لأن صفحتي اللي قدام حضراتكم انا قررت في الاخر خالص، بعد ما دعيت ربنا سبحانه وتعالى ان يفتح لي باب من ابوابه، ودعيت من ربنا ان انا الاقي فكرة كويسة اخش بيها على منصة الفيسبوك وانها تنجح معايا. وبالفعل فكرت ان انا اعمل المحتوى بتاعي، الصفحة بتاعتي، ان هي تكون استكشاف للفيديوهات الموجودة على المنصات اللي هي بتاع التواصل الاجتماعي. يعني مثلا حضرتك انت عامل على كواي، على التيك توك، على الفيسبوك، على مش عارف ايه، عامل صفحة وبتنزل فيديوهات كتيرة جدا وجايبالك ملايين المشاهدة. يعني انت بتعمل فيديوهات جايبالك ملايين المشاهدة. يعني انت مش مستني ان انت تبقى تتشهر من عندي، لا، انت كده كده مشهور يا باشا. محدش يلومني انا ويقول انت ليه حاطط الفيديو ده. انا مش حاطط الفيديو ده عشان خاطر اربح منه، ولا حاطط الفيديو ده عشان خاطر ان انا اتمنظر بيه. بالعكس، انا قررت ان انا اعمل الصفحة ان هي تكون استكشاف للناس اللي هي بتخش على الانترنت وبتعمل فيديوهات بدون ما هي اساسا تكون عاملة محتوى، ولا تكون اساسا بتفكر في حاجة اسمها صفحة ولا قناة ولا كلام من ده خالص. بيصور الفيديو مع زوجته مع اولاده ويرمي على النت. والفيديو بتاعه للأسف ممكن ان هو ممكن يضرب ويقع في ناس تستغله في حاجات مش كويسة. مثلا لما نتكلم مثلا عن واحدة بتيجي مثلا تعمل روتين اليومي. طب انت دلوقتي ست متجوزة وربنا سترها عليكي وقافلة بابك عليكي، حتى لو فتحتي شباك البلكونة ووقفت في البلكونة ما تقدريش تقفي بالهدوم الداخلية اللي انت بتبقي موجودة بيها داخل البيت. ليه ما بتقدريش تقفي بيها في البلكونة او في الشباك؟ خوفا من الجيران يشوفوكي، او متلصص يتلصص عليكي من الشباك اللي قدامك. صح ولا غلط ولا انا غلطان؟ طب انت دلوقتي بالنسبة للجماعة اللي هم بيعملوا روتين اليوم دول، انت قفلتي باب البلكونة وقفلت الشباك وفتحت الكاميرا بتاعتك بس مباشر، فتحت الكاميرا بتاعتك بس مباشر، وزوجك مثلا مسافر بيجتهد، شغال مهندس، شغال سواق، شيء على باب الله، وهو طالع بيشتغل ويتعب ويشقى عشان يراضي كل يعني يرضيكي ويجيب لك كل احتياجاتك. يعني هو بيروح يشتغل سباك، يشتغل صنايعي، يشتغل بنا، يشتغل نقاش، وبيتعب ويشتقي ويتعب جامد ويشقى. طيب انت دلوقتي المفروض ان انت ازاي بتحفظي عرض زوجك؟ ازاي؟ يعني انا بتكلم دلوقتي عن نقطة الروتين اليومي، انا بتكلم دلوقتي عن نقطة الحريم اللي هي بتعمل
الروتين اليومي. ولسه هنتكلم عن الازواج اللي بيصوروا زوجاتهم ويطلعوهم على النت ويعملوا لهم صفحات وكلام من ده ويربحوا من وراهم الفلوس. طيب، انت دلوقتي قفلت باب الشقة وقفلت الشباك وقفلت البلكونة، ورحت دلوقتي مصورة البيت بتاعك، صورت الشقة بتاعتك حتة حتة، صورت أوضة النوم، صورت الدولاب، صورت الحمام، صورت الهدوم المتعلقة، صورت كل شيء، وصورت نفسك كمان بث مباشر وانت لابسة اللبس اللي ما ينفعش ان انت تقفي بيه في الشباك، ولا ينفع اساسا ان انت تخرجي بيه في الشارع. تمام؟ وصورت نفسك وزوجك اللي هو الغلبان شغال بقى، ان كان سواق، ان كان مهندس، ان كان معماري، ان كان نقاش، فهو بيشقى ويتعب، ولكن هو غلطته الوحيدة في حياته ان هو بيحبك، غلطته الوحيدة في حياته ان هو مش عايز يزعلك، غلطته الوحيدة في حياته ان هو معتبرك ان انت سند ليه، في غيابه بتبقي سند ليه تسنديه، فما بيرضى يزعلك. ضحكة حلوة منك، ابتسامة حلوة منك، مش عارف ايه، هو بيركح تحت رجليكي عشان هو خاطر هو بيحبك. فتيجي انت اللي يعني ربنا جعلك ليه سترة وجعلك ليه ان انت تحفظي عرضه وشرفه، تصوري نفسك على الانترنت وتقولي لي الروتين اليومي ده انا بدخل لي مثلا $100 في اليوم، ده انا بدخل مش خد يا حبيبي اشتري اللي انت عايزه، خد يا حبيبي هات مش عارف ايه. للاسف دي فيديوهات خاطئة جدا. طيب هنيجي لواحدة تاني بتعمل الروتين اليومي في البيت بس بطريقة تانية خالص مختلفة. ايه هي؟ بتيجي مثلا بتروح تجيب فرخة، بتروح تجيب سمك، بتروح تجيب خضار مش عارف ايه، وتعمل أكلة حلوة جدا وبطريقتها على النت، لكن ما بتستخدمش حاجة إلا يا دوبك إيديها، من إيديها يعني إيديها بس اللي بتمسك الشيء، وصوتها فقط لا غير، وظبط الكاميرا على الحوض او على الخلاط او على الحاجات ديت، وبتشرح ازاي ان انت تعمل الاكله ديت، ازاي ان انت تنضفي الفرخه بالطريقه ديت، ازاي ان انت مش عارف ايه. دي واحده ما ينفعش ان احنا نعيب فيها. هي ست بيت وقاعده في بيتها فعلا، وبتدور على دخل من على النت او على السوشيال ميديا عشان تساعد بيها زوجها وعشان خاطر ان هي تعلم اولادها. تعالوا النهارده خلينا بصراحه مع بعضينا كده. دروس الأطفال النهاردة، المدرسين النهاردة بيقولوا للأطفال يا ابني لما كنتش هتيجي تاخد درس عندي ما تجينيش، ما تستناش مني ان انت تنجح. يعني لما مدرس يقول لطفل انت ما تستناش مني ان انت هتنجح طول ما انت ما بتاخدش درس عندي، ويجي الولد يروح لوالده، ووالده ده راجل موظف او راجل دخله على قده بيدخله 150 جنيه في اليوم ولا 200 جنيه في اليوم. ال 150 جنيه ولا ال 200 جنيه في اليوم زي ما انتوا عارفين ما تعملش اي حاجه، هتاكلهم، هتفطرهم، ولا هتغديهم، ولا هتعشيهم، ولا هيحوشوا منها، ولا يدفعوا كهرباء، ولا يدفعوا ايجار ان كانوا قاعدين في ايجار، ولا هيصرفوا على الاولاد عايزين فطار الصبح، عايزين مصروف، ولا هيجيبوا ايه ولا هيجيبوا ايه. لما يجي المدرس عايز كل يوم 50 جنيه من الطفل على الدرس، والولد عايز كمان 10 جنيه مصروف وهو ماشي عشان يشتري اي حاجة حلوة زيه زي اصحابه، وكمان مطلوب منك ان انت تعمل له فطار لانه هيغيب حوالي بتاع 5 6 ساعات بره البيت، فلازم تعمل له فطار وتديله الفطار دوت ياخده معاه المدرسة. الراجل الشقيان بقى اللي هو بيدخل 150 ولا 200 جنيه في اليوم هتعمل له ايه؟ هتعمل له ايه؟ فنيجي النهارده نتكلم عن الست اللي هي بتروح تشتري مثلا الفرخة، تشتري السمك، تشتري الخضار، وتيجي تشرح الحاجات اللي هي مثلا تعمل الفرخة ازاي، تنظف الفرخة ازاي، في حاجات فاسدة في مش عارف ايه، بس ما بتبينش لا وشها ولا الجلابية اللي هي لابساها، ولا بتروح تصور أوضة النوم بتاعتها، ولا بتصور اساسا نفسها واقفة. كل اللي هي بتقوله بكل حب واحترام، وكل الناس عندها ام، وكل الناس عندها اخت، وكل الناس عندها زوجة، وكلهم محترمين. فالواحد لما يجي يتفرج على فيديو زي دوت، مثلا انا مثلا دلوقتي قاعد في البيت وعايز اعمل اكله كويسه مثلا، فانا بقول مثلا ابسط اكله عايز اعملها ايه مثلا، فتيجي واحده مثلا تشرح لك
ان تعمل مثلا مسقعه، مثلا تروح تجيب بدنجانه، دي ارخص حاجه مثلا، على مثلا قوطه، على فلفل، على مش عارف ايه، بس هي بتشرح لك بطريقه كويسه جدا ازاي انت تعملها في 10 دقايق. دي مش وحشه الست دي لما تكون بتقدم محتوى زي كده، مش وحش، ولا احنا نقدر نعيب فيها، ولا نعمل زي الناس اللي تعبانه نفسيا اللي بتكتب في التعليقات اصل صوتك حلو، اصل ايديكي مش عارف ايه. ده بيبقى شخص مريض، ده بيبقى شخص مريض. ولكن الست ديت لما فكرت تعمل محتوى زي دوت، هي ما بتبينش لا وشها، ولا بتتمايع في كلامها وهي بتتكلم، ولا بتبين دراعاتها لغاية كتفها، ولا كلام من ده هو يا دوبك اليد اللي من قدام اللي هي بتمسك الشيء نفسه، وبتقدم لك الأكلة بتاعتك، وبتقول لك ما تنسوش مثلا تعملوا له متابعة، تعملوا له اشتراك، ايه، وان انتوا يعني تتفاعلوا معايا. هي هدفها ايه؟ هدفها ان هي تدخل قرش برضك، تساعد بيه زوجها، تساعد بيه اولادها، إيه، تودي اولادها ياخدوا دروس، مفيش اي مشكله خالص، يبقى ده مفيش اي مشكله منه خالص. لكن انا لما جيت اتكلم عن الصفحه بتاعتي، وقلت ان انا هقدم الصفحه ديت بتاعتي صفحه متنوعه، حتى انا كاتب في اللي هو السيرة الذاتية بتاع الصفحة بتاعتي، بعد الاسم اللي الرئيسي اسم الصفحة هاني الشريف اتش، انا كاتب في السيرة الذاتية بتاعت الصفحة مباحث الانترنت تقرر بان اي حد هينزل فيديوهات خارجة عن القانون، او قلة ادب، او شتيمة، او سب، او لعن، او كذا او كذا او كذا، هتجيبه. ليه؟ لان في حاجة اسمها مباحث انترنت، في حاجة اسمها رقابة، في حاجات كتيرة جدا موجودة على الانترنت. والوقت مش شرط ان هو يجيبك بالصوت بتاعك، لان انت ممكن تكون واخد الصوت من على فيديو تاني وناشر بيه الصورة بتاعتك. لا، هما بيجيبوا الشخص من شكله، من صورته، من شكله، من صورته. فتيجي مثلا لواحد مثلا بيمسك طفل صغير وبيضرب فيه جامد وبيعذبه، ما ينفعش ان شخص زي دوت يتساب. ما ينفعش ان الشخص زي دوت واحد زيي ولا زيك يعمل له لايك ويقول له تمام كرر الموضوع ده تاني. لا، في تعليقات بتتكتب، التعليقات دي بتبقى مهمة جدا. ده كان يعني إيه يعني ان انا كنت عامل الصفحة ديت عشان خاطر تتكتب الآراء اللي هي إيه، اللي هي التعليقات. وأنا بشوف تعليقك، 50 واحد بيشوف التعليق وبيرجع يقرأ التعليقات، بيشوف إذا كان تعليقك أنت كويس فبيعمل لك لايك، بيعمل لك قلب، بيوصل لك إن أنت تعليقك محترم وتعليقك مفيد. فشوف بقى لما يجي فيديو مثلا يعمل مثلا 2000 تعليق مثلا، تمام، وأنت من ضمن ال 2000 تعليق دولت أنت معلق على تعليق مهم جدا، والتعليق دوت لقيت آلاف من الناس عامله لك قلب وعامله لك علامه لايك، معنى كده ان الشخص ده معجب بالتعليق اللي انت كتبته. طب لما يجي صاحب الفيديو الاساسي ويشوف الفيديو ده موجود على صفحتي مثلا ويخش عليه، اول حاجه يقول لك ده الفيديو بتاعي الاصلي. ايوه يا عم، والله عارف ان الفيديو ده بتاعك الاصلي، بس انت ما عرفتش تعمل فيديو حلو يرضي ربنا ولا يرضي المجتمع ولا يرضي الناس. انت عامل فيديو ان كان على منصه كواي ولا تيك توك ولا فيسبوك ولا يوتيوب، انت عامل فيديو مش حلو، انت عامل فيديو بتهين فيه اهل بيتك، انت عامل فيديو بتهين فيه اولادك، انت عامل فيديو بتظهر عورات زوجتك، انت عامل فيديو ما ينفعش خالص ان انت تعمله مع مجتمعنا ومع وقتنا اللي احنا عايشين فيه، ما ينفعش. فانا قدمت فعلا الفيديو بتاعك دوت واتكلمت عنه، والناس اللي معلقه في الفيديو دوت ده تعليقاتهم مهمه جدا. فانت لو كنت شفت الفيديو بتاعك على الصفحه بتاعتي، خش يا باشا، خش، ما تكلمش معانا في شيء، خش يا باشا على التعليقات بتاع الفيديو بتاعك واقرأ يا باشا التعليقات المكتوبة لك، وقرر انت بقى اذا كنت تستمر في المحتوى اللي انت ماشي فيه عشان خاطر تربح منه الفلوس، واخد بالك، حتى ان كانت حرام، ولا ان انت توقف المهزلة والبهدلة والفضايح اللي انت عاملها على المحتوى بتاعك دوت، تتوقفها. الرد بتاع التعليقات بتاع الناس المحترمة اللي هي بتكتب تعليقاتها في في الفيديو، ردهم مهم جدا. وده كان شرط الأساسي في إن أنا أحول المحتوى بتاعي على الفيس من أي فيديو. أنا قدمت فيديوهات صيانة موبايل ما نفعتش، قدمت فيديوهات صيانة كمبيوتر ما نفعتش، قدمت فيديوهات صيانة شاشات
يعني ان انت تقدر في بيتك تصلح الشاشة بتاعتك وانت قاعد، بدل ما تروح لواحد يضحك عليك ويقول لك 1500 و2000 جنيه، والموضوع كله مش هيكلفك 200 300 جنيه. واخد بالك؟ قدمت الحاجات دي، لكن للاسف في شنك محدش بيعلق عليها. الناس مش عايزة كده، الناس عايزة للاسف التفاهات، الناس عايزة الفيديوهات التفاهات، الناس عايزة الشخص اللي بيقدم فيديو في حاجة من الحياة، في حاجة من قلة الأدب، في حاجة مش عارف. الناس للأسف اللي أنا لاحظته على السوشيال ميديا عامة إن الناس مش عايزة غير كده. طب ليه لما نيجي مثلا بننزل فيديو قرآن أو فيديو بيطلب منك إن أنت تصلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل مشاركة في الفيديو وتعمل متابعة، ليه أنت ما بتعملش مشاركة للفيديو؟ وليه ما بتعملش متابعة؟ وليه أول ما تسمع أو أول ما تشوف إن الفيديو ده قرآن أو دين بتقلب بسرعة؟ ليه؟ لأن الشيطان متحكم فيك، الشيطان عايزك إن أنت تتفرج على التفاهات، مش عايزك لا تشوف فيديو ديني، ولا عايزك تصلي على الحبيب، ولا عايزك ان انت تنصح الناس بعمل الخير. لا، الشيطان بيأمرك، لان هو الشيطان هو وظيفته ان هو يقول لك اقعد طول ما انت قاعد يا باشا، قلب 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 قلب. طب انت كل ما انت بتقلب، يعني انت واحد من الناس بتبقى قاعد على صفحة الفيسبوك، صح؟ تمام. وبتقعد تقلب، سألت نفسك، سألت نفسك وانت قاعد بتقلب دلوقتي انت عايز ايه؟ السؤال ده انا مش بسأله لك انت بس، انا بسأله لنفسي كمان. اوقات ببقى قاعد عمال اقلب، عمال اقلب، عمال اقلب، عدى عليا مثلا بتاع 20 فيديو عمال اقلب فيهم. هل سألت نفسك انت عمال تقلب في الفيديوهات دي عايز ايه؟ انت بتدور على ايه؟ هل انت مثلا بتدور على شيء ما يرضيش ربنا؟ هل انت بتدور على واحدة عاملة شيء ما يرضيش ربنا؟ هل انت بتدور على ايه بالظبط؟ لما انت بيقابلك كتير قوي من الفيديوهات اللي بتقول لك صلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم واعمل مشاركة، وانت بتعدي مش عايز تسمع، واحد بيحلفك بيقول لك احلفك بالله، احلفك بالله ما تخرج من الفيديو دوت الا لما تعمل متابعة وتعمل لايك، وده انتشر كتير الايام دي على السوشيال ميديا. انا مع الناس دي، انا مع الناس دي طالما هو ظهر قدامك وانت فتحت النت وفتحت الصفحة وظهر قدامك الشخص ده وقال لك احلفك بالله، احلفك بالله انك ما تنقل الصفحة او ما تعدي الصفحة الا لما تعمل متابعة وتعمل لايك وتكتب رايك في التعليقات، يبقى تعمل كده يا باشا، يبقى تعمل كده. يبقى تستنى لما الفيديو ده الساعة ما جاتش من دقيقة، ما جاتش من 30 ثانية، ما جاتش من 40 ثانية، استنى يا باشا. هو حلفك بالله ان انت ما تحول الفيديو بقى، ما تحولوش. هو حلفك بالله لا تعمل متابعة، خلاص اعمل له متابعة، انت مش هتخسر حاجة. هو حلفك بالله لا تكتب رأيك في التعليقات، اكتب رأيك في التعليقات. هو ان كان بيقول لك صلى على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على الحبيب النبي. يا سلام. هو مين يقدر يسمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام وما يصليش عليه؟ ده اللي ما يصليش على النبي عليه الصلاة والسلام يبقى مش من أمته. يعني طيب خلينا احنا عشان ما نخشش في حاجات تانية. واخد بالك؟ احنا دلوقتي يا جماعة بنتكلم على الصفحة بتاعتي. هل الصفحة بتاعتي بالطريقة اللي انا بتكلم عنها دي، هل الصفحة بتاعتي دي وحشة؟ انا اتبعت لي انذار من إدارة الفيسبوك، بتقول لي يعني ان انا احسن من الصفحة بتاعتي، وان الفيديوهات بتاعتي ممكن تكون مضللة، ممكن تكون مش اصلية، ممكن تكون كذا. ايوه، انا في فيديوهات فعلا عندي هي مش اصلية، بس انا واخد الفيديو دوت وبنزله وبتكلم عنه، وطالب من الجمهور الحبيب يتكلم عن الفيديو دوت ويشرح رأيه بصراحة، ويقول بصراحة في التعليقات اذا كان الشخص اللي عامل الفيديو ده هل ينفع ان هو يقدم محتوى زي دوت على النت. سيبكم من صفحتي انا، على النت مباشر. لما تيجي دلوقتي تمسك منصة زي منصة كواي مثلا وتقلب فيها، هتلاقي فيها ملايين من الناس عاملة محتويات اساسا مش موثقة وبيصوروا خلاص. تلاقي واحدة مثلا فاتحة بس مباشر ورايحة لي في الشقة، رايحة جاية في الشقة. فين الحياة؟ فين الحفاظ على شرفك وشرف جوزك لما تيجي تفتحي بس مباشر في شقتك، وشقتك مكشوفة، اوضه النوم والسرير ولبسك ومش عارف ايه والحاجات ديت، وانت قاعده لي بعباية ما ينفعش ان انت اساسا تنزلي بيها الشارع. لو انت ينفع تنزلي باللبس اللي انت بتلبسيه في البيت ده الشارع، اظهري يا ستي. ما كده كده انت طالما مسموح باللبس ده تنزلي بالشارع فخلاص يبقى مسموح بيه، لكن لبس البيت ما ينفعش ان انت تظهري بيه.
لبس البيت ما ينفعش ان انت تظهري بيه، وما ينفعش ان انت تبقى فاكره ان انت قاعده في بيتك لوحدك بقى وشباكك مقفول عليكي وفاتحه على الملأ، على ملايين ومليارات الناس بتتفرج عليكي. فين الحياء هنا؟ فين الحفاظ على شرفك هنا؟ فين الحفاظ على كرامه زوجك هنا؟ لما يجي زوجك ده كام دلوقتي 99% من الازواج وحالات الطلاق بسبب المشاكل دي. تمام. واحده دلوقتي اتجوزت وراحت عملت مشكله بينها وبين زوجها بسبب ان هي بتعمل فيديوهات على كذا ولا كذا ولا كذا، وزوجها الاول كان بيدعمها وكان زي الفل وكان رامي كرامته ده ورا ظهره، وفجاه ابتدى يغير عليها بقى، لقى المعجبين بقى كتير قوي بقى، يا مزة يا مش عارف ايه يا كذا يا كذا يا كذا، وهي ابتدت ايه تحن ويعجبها الكلام ومش عارف ايه، وكل مره بتزيد في تنزيل فيديوهات اكتر، والزوج فرحان بالفلوس اللي بتخش، وفي الاخر الحاله بتوصل بان الزوج ما بيقدرش يستحمل، وابتدت النار تقيد جواه، وابتدى الشيطان يلعب في دماغه ويقول له ايه فلوس اهي، فلوس معاك ماليه الدرج، واخد بالك انت يا اخي انت ما بتحسش، واحد بيقول له زوجتك يا كذا يا كذا يا كذا انت ما عندكش كرامه، انت ابتدى الزوج ان هو يفكر في نفسه، وابتدى بعد ايه بقى بعد ما يقدر يلم كتير من الفلوس، واخد بالك، وبعد كده يحصل ما بينهم طلاق، وبعد كده يحصل ما بينهم انفصال، وترجع الزوجة ديت ترجع تاني للإنترنت وتبتدى تبقى أوحش من الأول ومستنية إن هي تتزوج من واحد تاني. هو أنت فاكرة يعني لما تتطلقي الزوجة، فاكرة يعني لما انت تتطلقي وتخربي على بيتك، يعني فاكرة دلوقتي انت زوجك دلوقتي تعبان وشقيان وممكن يجيله الضغط وممكن يجيله السكر وممكن يحصل له حاجات كتيرة جدا بسببك، بسبب انا بسببك انت. هو وكل راعي مسؤول عن رعيته. لما الزوج بيروح يطلب الزوجة من اهلها، تمام، اهلها بيقولوا طبعا ان هي بتصلي وان هي مواصفاتها كذا وان هي كذا وان هي كذا، وان هو خلاص كده كده هو توكل على الله وهياخدها. طالما انت خرجت من بيت والدك ورحت بيت زوجك فهو المسؤول عنك، وكل راعي مسؤول عن رعيته. الراجل هيتحاسب عليك يوم القيامة، الراجل هيجي هيتسأل عليك انت واولادك، كنت فين لما كانت زوجتك بتعمل كذا؟ كنت ما نصحت زوجتك ليه بكذا؟ ما نصحتش اولادك ليه بكذا؟ ما علمتش اولادك ليه كذا؟ ما علمتش؟ كنت فين كنت فين وكنت فين وكنت فين لما هي كانت بتفتح بث مباشر؟ مين جاب لها نت في البيت؟ مين شحن لها الموبايل؟ مين شحن لها الباقة؟ مين شحن لها؟ طب انت دلوقتي هتقول ان انت عمرك ما دخلت على نت ولا شفت بعد سنتين ثلاثة ان زوجتك مشهورة جدا على الانترنت، واخد بالك؟ فين الرقابة الزوجية؟ فين الاحترام المتبادل بين الازواج؟ فين الامانه اللي الزوجه المفروض تحافظ على امانه زوجها وما تعملش اي حاجه غلط من ورا زوجها؟ اعملي يا ست انت عايزاه، اطلبي من زوجك لو هو وافق زوجك ان انت تعملي فيديوهات على الانترنت او تخرجي على الانترنت سواء بوشك بس او سواء بجلبيه البيت او سواء باسدال او سواء بغيره، خلاص هو مسؤول، هو اللي وافق من البدايه ان انت تظهري على الانترنت، هو اللي وافق من البدايه ان ملايين من الناس تشوفك، سواء تشوفك وانت محترمه او سواء تشوفك وانت مش محترمه، هو خلاص زوجك وافق على كده، هو هيتحاسب على كده، تمام، وانت هتتحاسب برضك لان انت برضك المفروض يبقى عندك رأي، المفروض ان انت عندك عقل، او عارفه يعني ايه ربنا، وعارفه يعني ايه حساب، وعارفه يعني ايه، المفروض انت بتسألي نفسك هل اللي انا بعمله ده صح ولا غلط؟ هل اللي انا بعمله ده صح ولا غلط؟ حتى لو جوزي دلوقتي بيطلب مني ان اعمل حاجه مش كويسه، هل اسال نفسي انا، اسال نفسي ما هو جوزي ده مش واخدني واحده لسه طفله عندها 3 سنين، لا ده انت بسم الله ما شاء الله عديتي 18 سنه، يعني انت كبيره وفاهمه كل حاجه وعارفه يعني ايه تحافظ على شرفك، عارفه يعني ايه كرامه، عارفه يعني ايه امانه، عارفه يعني ايه استقبال الجار، عارفه يعني ايه استقبال الضيف، عارفه يعني ايه ان انت تجيبي صنايعي البيت ولا لا، من جوزك موجود ولا مش موجود، عارفه كل الحاجات دي، انت عارفه كويس جدا انت بتعملي ايه. اسالي نفسك، سالت نفسك اللي انا بعمله ده صح ولا غلط؟ لو نفسك وقلبك قالك ان انت بتعمليه ده غلط يبقى ما تعمليهوش، لو نفسك وقلبك قالك ان جوزك غلبان ومسكين وبيطلع يشقى ويشتغل وبيخرج الساعة 6 الصبح عشان يرجع لك الساعة 6 المغرب وبيبقى هلكان وبيبقى خلصان عشان خاطر يجيب لك 100 ولا 150 ولا 200 جنيه عشان خاطر تروحي تجيبي فرخة ولا تجيبي أكل لعيالك ولا مش عارف إيه، وإن كان جايب لك فاكهة مش جايب لك فاكهة يبقى كتر خيره، هو طلع وشقي وعمل، تمام. لكن هل انت سألت نفسك انت اللي بتعمليه ده صح ولا غلط؟ ما سألتش نفسك. هل انت جوزك لما ما بيصليش
هل انت سألت نفسك تقولي لزوجك انت ما بتصليش ليه؟ طب ما انت لو ما شفناك ما بتصليش احنا مش هنصلي. ما هو عيالك لو شافوك ما بتصليش هما مش هيصلوا. عيالك لو شافوك ما بتصومش هما مش هيصوموا. انت لو ما صمتش انا مش هصوم، انا هكسل انا كمان. ليه ما سألتيش نفسك؟ لازم تكوني قدوة. لازم تكوني قدوة بان انت تخلي بيتك دوت هو بالنسبة لنفسك ولبيتك. سيبك عن الناس الباقيين، كل واحد في بيته هو في دايرة. كل واحد في بيته هي دايرة، والدايرة ديت رئيس البيت فيها هو الأب. رئيس البيت فيها اللي هو زي ما بيقولوا عمود البيت هو الأب. ماشي. أما بالنسبة للحب والحنان هي الأم. اللي شايلة البيت هي الأم. أما الأب شايل كل حاجة. الأب شايل البيت بيكي وبعيالك، وبيجري بيكي في كل مكان. وبيجري بيكي في كل مكان. هل انت سألت نفسك في يوم أنا تزوجت على سنة الله ورسوله وإيه معنى كلمة زوجة صالحة؟ يعني إيه زوجة صالحة؟ هل سألت نفسك؟ لو أنت ما تعرفيش يعني إيه زوجة صالحة، خش ابحث على الإنترنت. زي ما أنت قاعدة بتعملي صفحة وبتقعدي تعملي مكياج وتتكلمي عشان خاطر تاخدي فلوس من هنا وتاخدي فلوس من هنا ومش عارف إيه وكلام من ده. اما تسيبي نفسك كده 5 دقايق كده وخشي كده على الانترنت وابحثي عن الزوجة الصالحة مواصفاتها ايه وتعلمي. اللي اسألي نفسك كده العفة، ازاي ابقى ست عفيفة. خشي لو انت مش عارفة وجاهلة وجوزك ما بيقولكيش، خشي على الانترنت واكتبي العفة للزوجة الصالحة مواصفاتها ايه. هتلاقي مفيش حاجة النهاردة على الانترنت إلا لما تسألها تجاوبك. حتى برنامج الذكاء الاصطناعي اللي نزل النهاردة، في برنامج جديد نزل اسمه الذكاء الاصطناعي، والله انت بتسأله بيجاوب عليك. اي سؤال يخطر على بالك بيجاوب عليك. دي حاجات احنا يعني يمكن كنا بنسمع عنها في التسعينيات. يعني انا راجل مولود 80. تمام. وفي سنة 2000 وكنا بنشوف الافلام اللي هي الاجنبي والحاجات الخيال العلمي والكلام ده، وكانوا بيقولوا في 2025 2030 2034 هيظهر حاجة اسمها الحاسب الآلي. هيظهر ناس هتمشي وتتكلم وتعمل وهي حديد أساسا وهتتعامل مثل البشر. وده احنا بقينا فيه النهاردة. النهاردة بقينا فيه الحاسب الآلي. النهاردة شوف الرجل الآلي والست الآلية اللي عملوها. تعالى شوف النهاردة الذكاء الاصطناعي اللي نزل دوت، انت بتطلب منه اي شيء يا راجل. ده احنا طلبنا من الذكاء الاصطناعي بنقول له ازاي نعمل شكشوكة. الذكاء الاصطناعي طلبنا منه بنقول له ازاي ان احنا نعمل شكشوكة. راح قال لنا هاتوا كذا وهاتوا كذا واعملوا كذا وقال لنا وصفة. يعني سبحان الله. فاحنا النهاردة نيجي النهاردة نتساءل عن المحتويات اللي هي معمولة والحاجات اللي الناس للأسف. طبعا النهاردة التليفونات أقل بيت النهاردة والله، ولو موظف وغلبان والله تلاقيه شايل تليفون النهاردة أقل حاجة أندرويد 4. مش هقول لك يا عمي أندرويد إيه 14، ولكن بنسبة 99% إن مفيش بيت مفيهوش تليفون أندرويد 10. تمام. اللي شايل أندرويد 4 دوت ده بيبقى يعني إيه بقى سايبه للعيال مش عارف ايه. طيب هل هو بيخش؟ للاسف بيخش على النت. هو بيقدر يخش على كواي، يقدر يخش على التيك توك، على الفيسبوك، على اليوتيوب، على الحاجات ديت، او يقدر يتفرج على الفيديوهات وبيسيب التليفون ليل ونهار لاولاده. والاولاد طول ما هم قاعدين تك 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 يقدروا يتفرجوا وانت كمان عمال تتفرج. واخد بالك؟ انا حبيت اقدم في الصفحة بتاعت ديت المحتوى دوت اللي هو محتوى استكشاف الفيديوهات الموجودة على المنصات، وطلب الرأي من حضراتكم على كل فيديو إن كان حلو إن كان وحش. طلب الرأي
من حضراتكم في التعليقات ان انتوا تقولوا لنا اذا كان الفيديو دوت ينفع ان هو الناس اصحابه دول يعملوا فيديوهات زي كده ولا لا. ان كانت واحدة بتقدم محتوى مش كويس مش لائق، احنا محتاجين التعليق بتاعك مهم جدا بدون شتيمة، لان انا في ناس بشوفها في التعليقات بتشتم وبتقول اللي اتأدب والفاظ. لازم ان يخلي بالهم كويس جدا من التعليقات بتاعتهم. ليه؟ لان في ناس محترمة بتخش تقرا التعليقات دي، في ناس محترمة بتخش تعلق. ابسط شيء، عندك كلمة حلوة قولها، ما عندكش ما تقولش يا باشا. عندك كلمة حلوة قولها، ما عندكش دوس، بدل ما تدوس علامة لايك، اوكي، دوس علامة لايك تحت، واخد بالك ان الفيديو ده مش حلو. لكن ما تشتمش، ما تغلطش، ما تقولش كلام قلة ادب. لاني معلش انا اسف في اللفظ، اللي يقول لفظ زي دوت قلة ادب في التعليقات عشان خاطر 1000 شخص يشوف التعليق بتاعك قليل الأدب دوت، إن كانت واحدة ست أو راجل أو طفل، فأنت إنسان معلش متزعلش مني، قليت من احترام نفسك. ومفيش حد هيقول عليك إن أنت محترم أبدا، لأن تعليقك مش محترم أساسا. ولكن لما تكتب تعليقك بما يرضي ربنا، وتكتب تعليقك بما يرضي ربنا كده، والناس تقرا تعليقاتك، هتلاقي اللي هيدوس لك قلب، هيدوس لك لايك، هيدوس لك ليه؟ إن أنت تعليقك كويس، وبيدل ان انت انسان محترم، وبيدل ان انت بتحترم المجتمع، بتحترم الناس، بتحترم الاراء، واخد بالك. سيبك من اصحاب الفيديو الاساسيين اللي هم منزلين فيديو مش مظبوط، واخد بالك. احنا عايزين التعليقات ديت تصلح من حال الناس ديت. في واحد ممكن يخش على التعليق وهو صاحب الفيديو، وعارف ان هو صاحب الفيديو، ويخش على التعليقات فيلاقيك انت بتشتمه وكده، واخد بالك. لكن احنا هو هيشيل جوا منه من الشتيمة اللي شافها، هيشيل جوا منه. لكن في رد تاني في التعليقات يكون احسن من الشتيمة. في رد تاني في التعليقات ممكن انت تحترم، تخليه يحترم بنفسه. في رد في التعليقات ممكن تخليه يغير من محتواه، واخد بالك. يعني هو ان كان نزل فيديوهات زي كده واتشهر وبقى عنده ملايين المشاهدات على صفحته او على التطبيق بتاعه اللي هو عامله دوت، وعنده ملايين المشاهدات، وعنده معدي ال 200 الف متابع ولا كلام من ده، فده بقى راجل مشهور للاسف. بس دي مش المشكلة، ان هو بيتمادى 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 بيتمادى، وده سبب فينا احنا، لان احنا بنشوف فيديو مضحك وفي قلة أدب، احنا بنعمل له لايك وضحك وتمام، والله ينور يا باشا وزي الفل، فهو بيزداد اكتر، يجي الفيديو اللي بعد منه يعمله اوحش. تمام. لكن لما نكتب في التعليق بتاعنا ان الفيديو ده مش محترم، الفيديو ده مهذب، الفيديو ده ما ينفعش تظهر زوجتك فيه، ما يظهرش، ما ينفعش ان انت تخلي اولادك يعملوا حاجه زي كده، ما ينفعش ان انت تخلي بناتك يصوروا حاجه زي كده، بص الملابس اولادك، بص الملابس زوجتك، بص الملابس بنتك. ما ينفعش البنت يبقى عندها 10 سنين او 12 سنة، وسوري يعني البنت دلوقتي البنات كبارة، لما البنت يكون عندها 10 سنين او 12 سنة وجسمها فارد، اللي يشوفها يقول عليها ان هي عندها 18 سنة. واخد بالك، انت كأب وانت كأم لازم تبصي وتخلي بالك من اولادك، وبالذات البنات لازم تخلي بالك من بناتك. البنت مفيش حاجة اسمها لسه صغيرة، مفيش حاجة اسمها تقول ده البنت لسه صغيرة، لا. بص لللبس اللي لابساه بنتك. ليه؟ لان في ناس للاسف 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 لا يعرفوا دين ولا يعرفوا ربنا، اللي للاسف المخدرات ضيعت دماغهم، اللي الحاجات دي ضيعت دماغهم. يعني انا والله 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 انا بشجع وبشكر سيادة الرئيس على القرار اللي خده الأخير، وبالتعاون مع جميع الأشخاص اللي هيخشوا وهيتعبوا في الموضوع ده، على اللي هو التحليل بتاع المخدرات دوت. أنا أول واحد من الناس هروح أحلل، طالما أنا تمام وسليم 100%. يا باشا ما تخشش، ما تخافش، خش في الحجر. طالما أنت سليم 100%، ما تخافش من أي حاجة أبدا. بالعكس، ده الناس ديت هتحبك مش هتكرهك. لكن لو أنت إنسان مش مظبوط يا باشا، هتبان وهتتعدل بعد كده. فطبعا ده كان البث بتاعي النهاردة. وانا عايز حضراتكم تقولوا لي هل الصفحة بتاعتي دي كويسة واستمر فيها ولا اتوقف، لان في تعليقات كتيرة جدا بتجيني وناس كتيرة قوي بتهاجمني. من وسط 10,000 بيهاجموني مثلا حوالي 100 واحد يقول لي صفحتك مش كويسة،
يغلطوا فيا انت شخص مش محترم عشان بتنزل حاجة زي كده. يا ريت يعني انا والله كنت منزل فيديو كان تهريج. الفيديو ده بتاع كان شخص بيهرج، وما كنتش اعرف ان الشخص ده متوفي. يعني ما كنتش اعرف ان الشخص ده توفى، ولكن هو على التطبيق الاساسي اللي انا اخدت منه الفيديو كان عامل اكتر من حوالي 2 مليون مشاهدة، والتطبيق عليه حوالي اكتر من 200 الف متابع. يعني هو اساسا كده كده الفيديو دوت مشهور عند ملايين من الناس. فحبيت اخد الفيديو ده وانزله. فطبعا الفيديو عمل عندي حوالي 1.5 مليون مشاهدة في أقل من 3 4 أيام. فلقيت فيه تعليقات كتيرة جدا، اللي اتريق عليه واللي مش عارف إيه. ولقيت واحد في الآخر قال يا جماعة أنا الشخص ده أنا أعرفه والشخص ده توفى. طبعا أنا لما سمعت كلمة إن الشخص ده توفى، أنا نفسي كصاحب الصفحة أو كمدير الصفحة اتضايقت وزعلت وترحمت عليه. عملت إيه؟ رحت كاتب في التعليقات في أول التعليق يا جماعة الشخص ده توفى ويا ريت ندعي بيه بالرحمة. فرد عليا واحد في تعليق وقال لي إيه؟ قال لي يعني أنت شايف إن الفيديو ده هيبقى صدقة ليه يعني؟ يا راجل أنت لو إنسان محترم امسح الفيديو. هو ما بيشتمنيش كده، هو كده مش بيشتمني، هو بيقول لي أنت لو إنسان محترم امسح الفيديو بتاعك حتى لو جايب عندك 2 مليون. وبالفعل أخدت بالنصيحة بتاعته، لأن رأيكم مهم جدا في التعليقات، وكل واحد هيقول رأيه في التعليق وبيوصلني. تأكد إن أنا هاخد بنصيحتك، تأكد بس ما تبقاش شخص يعني تضرني، يعني ما تضرنيش وخلاص. لازم يكون تعليقك صادق. فطبعا رحت مسح الفيديو اللي كان جايب حوالي 2 مليون ودخل على 3 مليون، ورحت مسحه. ورحت منزل نفس الفيديو كصورة ثابتة. تمام يا جماعة الشخص دوت متوفي. وطبعا يعني كتبت ان انتوا تدعوا له بالرحمة، وكتبت على الصورة بتاع الفيديو بتاعه ان دي صدقة جارية على روحه. ونزلت الفيديو مرة تاني، وآلاف من الناس بتعلق له بالرحمة وتدعي له بالرحمة. وده طبعا شيء كويس جدا. وانا يا ريت ان حضراتكم تكتبوا لي في التعليقات، لان رايكم مهم جدا. خشوا على الصفحه بتاعتي هاني شريف اتش واتفرجوا على المحتوى واكتبوا التعليقات بتاعتكم وعرفوني بنفسكم. ربما نبقى اصدقاء ونكلم بعضنا على نظام التعليقات. برضك هقدر ارد عليك، واخد بالك وكده ابقى وصلت لنهايه البث المباشر معاكم. وهنختم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان الفجر أذن. وهنروح نصلي الفجر كده وندعي ربنا سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا ويرزقنا رزق الحلال، ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين، ويغفر لينا ولأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت المبارك العظيم، في وقت صلاة الفجر. ويصلح حالي وحالكم جميعا. اللهم آمين يا رب العالمين. وبحبكم في الله. كان معكم أخوكم هاني الشريف. وإن شاء الله هنفتح بث مباشر باستمرار مع بعضينا كل يوم إن شاء الله، حتى ساعة أو نص ساعة، ونتعرف على بعضينا من خلال رأيكم في التعليقات، ونجاوب على أسئلتكم. وكده أقول لكم السلام عليكم. وهضطر إن أنا أقفل البث المباشر الآن. السلام عليكم.